اللهم صل على محمد وآل محمد. صباح الخير، صباح العافية، صباح الصحة الدائمة يا ربي عليكم يا حبايب قلبي. شخباركم؟ إن شاء الله بصحة وعافية. مثل ما تشوفون حبيت هنا أصبح وياكم. حبيت أشرب غلاس حليب وبسكت. مرات ساعات واحد ما يحب يتريق، أشياء خفيفة. طبعا مثل ما تشوفون بنات عندهم سفرة، فاخذتكم لقطات قليلة لأن هم راحوا بدون تليفون ياهم، ما يقبلون مدارسهم ياخذون تليفونات. فهناك بدلن وخلصن مسار ومنار وراحوا للسفرة. هاي من التصوير اللي أنا صورته إلهم. حبيت أشارككم طبعا هذا اليوم روتين صباحي حد المساء لليل. ظلوا ويانا طبعا لآخر المقاطع. هنا حبيت أسوي اليوم مرقة حجي أحمد، احنا نقله أو شجر، انتو شو تقولوا له؟ شجر اللي احنا دائما نسوي محاشي. فاحنا حبينا نسوي مرقة اليوم. أنا سويت الطماطة عندي، وطبعا سويت أقراص وسلقته شوية. طبعا مرقة مالته كلش حلوة وطيبة ومفيدة صحية للجسم. أنا أخلي وياها حمص، اكو ناس تخلي وياها لوبا، تخلي وياها حسب اللي تريد، عدس. فالحمص يعطيها نكهة وكلش حلو طيب. هنا سلقت العفو، خليت البصل على النار وخليت بهارات كاري مرق والزيت وبديت احمس. طبعا دي طبعا شيء اكيد الثوم ويا الشجر كلش حلو طيب. طبعا مرقته هو شتائية ومرقته خفيفة كلش حلوة صحية للجسم. هنا خليت تقريبا ملعقتين او 3 من المعجون صوص الطماطة. وهاي بعد ما خليت طبعا شي اكيد الطماطة اني مسوية العصير الطماطة سرخته بالماكينة. شوكم حبايبنا انتو شخباركم؟ سولفونا عنكم، شخبار اولادكم المدرسة البنات، اذا عندكم اطفال ان شاء الله ما متعبينكم. والله شي اكيد هو المدارس تعب كلها امتحانات، الله يسهل عليهم يا ربي ويوفقهم ويعطيهم الصحة والعافية، وكلهم ان شاء الله يسهل عليهم النجاح. لأن المادة كلش صعبة الصراحة، كلش صعبة، بس الله يكون بعونهم. مثل ما طبعا هم مو بس اني اشكي من هاي الشي، اشوف الاهالي كلها يشكون من الدراسة. الظاهر المادة كلش صعبة صايرة عليهم. هنا عندي التمن طبعا راح اطبخه. طبخته طبعا ما يحب تنقيع، يقولوا لي ما الكمية يصير لين ويصير ما شلون اكله. لا بالعكس بنات، دائما شوفوا هنا بعد ما خلصت هاي مرقتنا ان شاء الله تلوق حلقكم وتنال اعجابكم. كلش طيبة وطعمها طيب، وهذا التمن ما يصير لين كلش طيب. بس لا تنقعونه، بس غسلوه خلوه ورأسا طبخوه. حبايب قلبي اللي وصل هنا لا ينسانا باللايك والاشتراك وفعل خاصة الجرس حتى تكبر عائلتنا وياكم. هنا عندي طبعا ماعين هشارككم اياها اغسلها. اني اول ما اطيح بالمصفي طيح شنو بيها التمن شنو اشياء كلها بالمصفي حتى لا يطيح جوا بالسنك. هنا انا بعد ما غسلت وشطفت الماعين. طبعا ماكو احلى من غسل المواعين، حلوة. انا بيعجبني غسل المواعين. اكو ناس ما تحب غسل المواعين، بالعكس خفايف يعني. واحد يلتي بيه والماي حلو، وثانيا الماي كله حار وماي جيزر ولا نشكي من عنده. شخباركم؟ سولفوني عنكم، شنو ما شنو سفرات اولاد مدارسكم راحوا سفرات لا؟ طبعا اليوم انا مثل ما قلت لكم سفراتهم نفس المدينة اللي انا رحت لها بلاد. طبعا هم من الصبح ل8 ل3 العصر. طبعا هم كبار بعد ما يحتاجون احد يروح وياهم، بس يوسف كان صغير فاني رحت وياه. وهنا طبعا بديت اغسل انظف الطباخ. طباخ انا ايدي دائما يومية بيها فما يتراكم عليها الدهون. واكثر شغلي على الليزر. يا بنات انتو هم تشتغلون على الليزر اذا عندكم؟
الليزرية هم اقتصادية وهم مفيدة إنه يعني ممكن الأوقات بس تتم أطبخها لا على الطباخ، بس المروقات والطبخ الغدا لا الشي العفو كله على الليزرية. وهاي هنا بعد ما نظفتها وخلصتها وياكم، شي أكيد بعد الغدا شنو لازم نشرب لنا شاي مهيل، هو الشاي العراقي اللي ما نستغنى عنه. بعد ما نظفت الكاونتر وياكم مسحته كله، وقلت خلي أصب لي شاي، خليته على الليزرية. ما نعرف يعني ورا الغدا لازم اكو ناس ينامون والعصر يقعدون يشربون شاي، احنا لا، رأسا مباشرة ورا الغدا. العفو. وهاي هنا بعد ما كملت، حين كملت المسح الكاونتر، الشاي طبعا حار، هو بس حميته لان انا مسوية من اسوي الغدا اطبخه رأسا اخلي الشاي، لان هنا قلت لكم ورا الغدا مباشرة الشاي. وهسه راح اصب لي الشاي وياكم مثل ما تشوفون. خلصت ما عندي شي بعد يظل عندنا بس وياكم. طبعا اليوم حبيت اسوي سمسمية بعد العشاء، شي اكيد البنات ماما سوينا سمسمية، قلت لهم ان شاء الله اسويكم سمسمية. وهاي هنا صبيت الشاي، يلا تفضلوا وياي الشاي العراقي المحيل. حبايب قلبي طبعا كلش هالايام لايكات كلش يعني ما ادري كلش ضعيفة. طبعا بعض القنوات العراقية ما اعرف ليش يعني ما يتواصلون مثل ما يتواصلون القنوات العربية. يعني اكو قنوات عربية مصرية مغربية تونسية طبعا هواي يتواصلون، بس العراقية ما اعرف يعني، لأما ترحيلها ما رحتيلها مرة بعد ما تجي، فليش يعني يجوز احتمال الشعار ما يطلع، فانتو هم لازم تراعون واحد. ما ادري هواي قنوات وما احب اتذكر من القنوات اللي ما تجي. هنا سويت الفول مدمس، طبعا حبيتها حمسة، انا مسوية باقيلا هم يردوها ويا الخبز. وهنا انا حمست الطماطم وبصل وخليت الباقيلا تشوفون كلش طيبة تصير، يعني شلون الفول المدمس اللي يسوونه اخواننا المصريين، فهاي نفس الطريقة بالضبط وياها الطماطة كلش طيبة. واتمنى هاي تجربونها، طريقتها كلش سهلة وطيبة. طبعا توخرون عندها القشور الفوق الباقلة وتخلونها بس الداخل. هنا بديت اسوي وياكم اللي هي سمسمية. طبعا سمسمية كلش سهلة ما يراد لها شي. هنا انا حمست السمسم، بعد ما حمسته طبعا هخلي دبس وراشي، دبس يعني شوية وراشي قليلة بس طعمها وكم ملعقة خاشوقة وياه على النار. بعدين اذبن السمسم، طبعا حتى البنوتات هم يعرفوله ما يقعد له شي، كلش سهلة. وهنا انا ذبيت السمسم وخليته ينحمس وياه، واذا عندكم لوز جوز كلش طيب يصير. وهاي سمسميتنا ما راد لها اي شي، راح اصبها على نايلون وخليتها شوية بالفريز، طلعتها او بالثلاجة هي بسرعة تصك، وقطعتها. وان شاء الله تنال اعجابكم يا ربي، والف عافية علينا وعليكم، مع الف سلامة حبايب قلبي.